الاحتلال التركي للجزائر. ظهر الحكم العثماني في الشمال الافريقي على اطلال الممالك والامارات التي مزقت البلاد الجزائريه تمزيقا لسوء تصرفات حكامها السابقين وتعدي الاسبان الذين اخذوا يخرجون من بلادهم ويغيرون على الاراضي الافريقيه. اثناء ذلك تسرب الاتراك الى الجزائر في ظل تلك الفوضى الضاربه، فتوجه بعض اهالي الجزائر بطلب المساعده من قراصنه اتراك لم تكن لهم مسؤوليه ولا نفوذ سياسي الا ما كانت تكتسبه ايديهم من القوه والضعف. يذكر الاستاذ عمر الباروني في كتابه عن فرسان القديس يوحنا بان القراصنه العثمانيون هم جيش الطليعه للامبراطوريه العثمانيه على سواحل الشمال الافريقي في الجزائر وتونس وليبيا. يقول الباروني هؤلاء القراصنه، انتبه يسميهم قراصنه، هم الذين هيئوا اراضي الجزائر وتونس وليبيا للهيمنه التركيه،